ازيكم عاملين ايه؟ لو اول مره تشوفوا فيديوهاتي ما تنسوش اللايك والشير وكومنت حلو تحت الفيديو. هنعمل النهارده سمك مقلي ببهارات كزبره باربيكيا كمون ملح وكمان شطه حر. عندكم هنا برضو في الخضار معانا ليمون فلفل حار طماطم شويه بقدونس توم فلفل بارد وكمان فلفل احمر برضو بارد. معانا هنا السمك مغسول ومنقوع ومتصفي كده وزي الفل. بنقعه بايه؟ بنقعه بليمون ورشة دقيق وفي المية شوية وبعد كده بطلعه واصفيه بيبقى زي الفل. هنحط الخضار في الكبة وكمان البهارات، وكان لو عندك بهارات سمك يبقى جميل بس انا بصراحة ساعتها ما كانش عندي. هنفرمه لحد ما يبقى ناعم كده بالطريقة دي. وطبعا التتبيلة دي تحفة بجد، لو جربتوها مش هتبطلوا ان انتوا تعملوها. هنجيب السمك بقى من اول اليوم كده، نقطعه كده بالسكينة قطعتين كده بس ما ننزلش لتحت قوي، يعني قطعتين كده من على الوش. وبعد كده هناخد التتبيلة بقى ونتبل السمك ده من بداية اليوم بتاعنا بحيث ان هو ايه يقعد اكتر وقت ممكن في التتبيلة. طبعا اظبطوا الملح عشان الاسماك عموما بتشرب، يعني بتشد الملح زيادة عكس اللحوم العادية. فما تكتروش الملح قوي عشان السمك ما يبقاش حادق قوي معاكم، وبعد كده مش هيبقى مريح في الاكل. طبعا الشبت والبقدونس والطماطم والثوم والحاجات دي كلها ما بيبقوا مع بعض كده خليط، بيغطوا على طعم الثوم شويه، فبيبقى طعمه مريح كده، بيبقى مريح في الاكل، ما بيبقاش كله ثوم، بتحسي ان انت بتاكلي ثوم صافي كده. بعد هنسيب السمك بقى يتبل على جنب ونروح نعمل الرز. انا ممكن تعملوا رز بشعريه او تعملوا رز صياديه، ولكن انا بفضل الرز حبايه وحبايه، الرز المتحمر بيبقى طعمه حلو قوي جنب الاسماك عموما. حمرنا كده جبنا شويه زيت سخنين كده وحطينا فوق معلقتين رز. الرز هيتكتل معاكي كده وهيلزق في بعضه في الاول، بس بعد كده تبداي تفككيه كده بالمعلقه وتخبطي فيه كده لحد ما يتفكك خالص، وبعد كده اول ما يبقى لونه ذهبي رايق كده هنبدا ننزل ببقيه الرز المغسول والمتصفي. نظبط بقى ملحه وميته، نحط له ميه بقى من الكاتل سخنه كده علشان يستوى معاكي بسرعه وكمان ما ياخدش وقت على النار. هقلبه كده كويس في الزيت وبالملح ونحط عليه الميه ونغطي نسيبه الاول على ميه عاليه، وبعد كده طبعا هنهدي النار لحد ما يستوى كده. عايزه اقول لكم انه بتبقى ريحته جميله قوي، مش هتبطلوا بجد تعملوه لو جربتوه. اول بقى ما يتشرب ارفعه بقى على نار هاديه، وبعد كده بقى اروح عشان احمر السمك. هبدأ أعمل الغلاف بتاع السمك. هيبقى معايا كوباية من الدقيق، طبعا كمية السمك اللي عندك هحط عليها ربع معلقة من الكزبرة، ربع معلقة من الكمون، ربع معلقة من الشطة الحارة، كمان نحط معلقة كركم أصفر، وبعد كده معلقتين نشا، ونقلب بقى الدقيق كله مع بعضه. وبعد كده ناخد بقى السمك نغلفه بالدقيق والبهارات دي. وبعد كده برضو هنغلف برضو بطن السمكة كده، نحط فيها رشة دقيق، وبعد كده هنمسك السمك بقى ننفضه من الدقيق الزيادة زي ما انتوا شايفين كده، علشان ايه؟ عشان الزيت يفضل معاكي رايق لحد اخر سمكية. وهطبطب كده على السمكة بعد ما اخلصها عشان تنزل كل الدقيق الزيادة اللي موجودة فيها. اول ما الزيت يسخن قوي كده هقوم منزله بقى السمكة. بحب اقلي في الهوك الغويط ده، بيبقى مريح جدا في قلية السمك، بيخليني ما اقعدش كل شويه افتح بطن السمكه واقعد احمر فيها. عموما المقالي بتبقى شبه كده في التحمير، بتبقى مريحه، بتحمر بطن السمكه، الزيت السخن ده بيوصل لكل جزء في السمكه، مش مثلا تفتحي تلاقي بطن السمكه مثلا طري وتقرفي منه كده، لا هتلاقي بطن السمك هتحمر معاكي. ده بقى الاستاذ كوكو كان حاطط خطه ان هو يسرق سمكه زي كل مره مني. كل مره بيسرق سمكه من الحوض ويطلع يجري وادور على السمكه، الاقي السمك في سمكه مش موجوده واطلع اجري اجيبها منه، فطبعا ما عادش تنفع اكل، فبقوم سلقها له وحطها له ياكلها. المره دي ما عرفش يعمل كده، انا ضحكت عليه، فقعد بيستنى رزقه بقى قبل ما اخلص السمك عشان جعان وشم ريحه السمك بقى هيتهبل. آه بعد كده بقى رحت للسمك ما شاء الله اتحمر. بعد كده بقوم جايبه بقى المساكه واقلبه كده واسيبه يصفي كل الزيت الزياده اللي فيه، وبعد كده بطلعه بقى على مناديل او على شبت وبقدونس، بيقوم بقى مصص كل الزيت اللي موجود فيه. طبعا المعلقتين النشا اللي بنحطهم بيخلوا السمك ما يشربوش زيت كتير، ادوا بالكم، غير ان هو بيبقى مقرمش وطري من جوه. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تحطوا لايك وكمان كومنت حلوه تحت الفيديو. سلام.